الاتحاد الافريقي يرد بخصوص هجوم السمارة وتفاصيل بالغة الأهمية. اسمعوا ماذا أتى من الاتحاد الافريقي. عاجل: أزمة كبيرة اندلعت من جديد بين الجزائر وباريس. ما القصة هذه المرة؟ إليكم التفاصيل. بنكيران الآن بورطة حقيقية، بداية تفكك حزب بنكيران بعد أن اختلفت الأصوات، خصيصا أن بعضهم رفض تصنيف الجبهة الانفصالية. فإليكم آخر التطورات. دليل إدانة جديد، وهذه المرة دولة أخرى بعد إيران متورطة بهجوم السمارة. فما هي القصة؟ مالي تعلن عن مقتل أبو الدحداح القيادي الذي يعتبر ذراع الكبرانات بالمنطقة. وإليكم ردة فعل المراديع. نزير العرباوي يتلقى صفعة كبيرة من داخل إسبانيا بعد لقاء العاهل الإسباني. فما الذي جرى؟ إليكم التفاصيل بالفيديو. مفاجأة من العيار الثقيل، تقرير دولي يتحدث عن وساطة عاجلة بين المغرب والجزائر. وإليكم آخر التفاصيل كما وردت. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. إن شاء الله تكون بخير جماعة وبصحة وبسلامة. دعنا نذكر بالضغط تعازر لك، لأننا ما سوف نقوله الآن حساس للغاية. لطالما انتظرنا هذا الخبر الذي سوف نستمع إليه. كيف رد الاتحاد الافريقي على هجوم السمارة، وكيف ايضا تبنى المغرب قرارات اولية بعد الرد الذي اتى من الاتحاد الافريقي. ولا بد ان نقف مطولا عند التقرير الدولي الذي تحدث عن الوساطة بين المغرب والجزائر، وما هي الضمانات. هذه المرة نتحدث عن ضمانات قدمتها الجزائر للمملكة المغربية. فدعونا نذكر بالضغط تعزر لايك لنعلم جيدا ما يجري من حولنا، ونبتدئ على الفور بفضيحة الكبرانات. وهذه المرة ببلد النفط والغاز، الجزائر تقطع الكهرباء عن ساكنة العاصمة بعز الصيف. تخيلوا أن الجزائر التي دائما تطبل وتزمر لنفسها على أنها لديها الغاز والبترول تقطع الكهرباء عن مدنها بعز فصل الصيف، ونحن نعلم درجات الحرارة مرتفعة للغاية الآن. وهذا ما جرى على الجزائر انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف الجزائر تقدم الغاز والبترول لهنا وهناك وتعجز عن إكفاء شعبها ومواطنيها بالغاز والبترول؟ أغرب ما يمكن أن نستمع إليه طبعا، لأن المرادية تضع كل شيء خدمة لأطماعها التوسعية، وذهبت أموال الغاز والبترول خدمة لعيون الجبهة الانفصالية. وبسبب هذه الفضيحة التي اندلعت بالبلاد خرجت الأصوات اليوم، وعلى ما يبدو شبح العشرية السوداء يعود إلى الواجهة. وهاشتاج مانيش راضي يتفعل داخل الجزائر للمرة الثالثة بظرف شهر واحد، خصيصا بعد الفاجعة التي تقع داخل بلاد الكبرانات، وهي اختطاف الأطفال. صدقت الدول الأوروبية عندما دعت رعاياها لعدم الذهاب للجزائر، كونها ليس بها لا أمن ولا أمان. ليلة الأمس الإعلام الجزائري يفجر فضيحة من العيار الثقيل، ألا وهي اختفاء الأطفال بظروف غامضة. ومن هنا نتأكد أنه لا وجود إذن لأي أمان داخل الجزائر. والجزائر بعد أن انتهكت حقوق شعبها ومواطنيها بدأت الآن تنتهك حقوق المهاجرين الأفارقة. الجزائر مستمرة بترحيل المهاجرين الأفارقة نحو الصحراء بظروف قاسية للغاية، والمنظمة الدولي يتجهز من أجل إدانة الجزائر بكارثة إنسانية. الجزائر طردت الآلاف من المهاجرين نحو النيجر بظروف لا إنسانية، والمنظمة الدولي يتجهز لإرسال وفد مستعجل لإدانة الكبرانات. نعلم لماذا الجزائر تقوم بهذا الفعل، لأنها تريد الضغط على النيجر وعلى دول الساحل عن طريق المهاجرين الأفارقة. ازدادت المرادية عزلة،
وازداد التخبط، ولم يعد هناك أي حليف أو صديق للكبرنات. على وجه الخصوص فرنسا، نحن نعلم منذ أن اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء وتغيرت العلاقات الجزائرية الفرنسية. اسمعوا ما الذي حدث ليلة الأمس. بعد صنصال، أجازير تحكم على صحفي فرنسي بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب وسط تصاعد التوتر مع باريس. يا سبحان الله، أجازير التي تحتضن جماعات إرهابية اليوم تدين صحفي لأنه يمجد الإرهاب. تناقض واضح. خرجت باريس عن صمتها وأبدت استيائها الشديد بعد إدانة هذا الصحفي بالحبس لمدة 7 سنوات حتى دون أي دليل. وأعرب ماكرون عن أسف الشديد للحكم القاسي الذي أتى من القضاء الجزائري، وطالب بمراجعة هذا الحكم وإثبات أدلة على إدانة هذا الصحفي التي تقول الجزائر أنه يمجد الإرهاب. تارة نرى المرادية تشجع جماعات إرهابية وتحتضنهم، وتارة تقوم بإدانة صحفيين لأنهم مجدوا الإرهاب على حد قول الجزائر. وهذا الأمر وفق تقارير فرنسية أنه بعيد كل البعد عن الصحة، لكن الجزائر تريد مضايقة فرنسا ومزاحمتها، خصيصا بعد أن اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء، وخصيصا أن الجزائر تحاول أن تقترب من إسبانيا بعد أن فشلت محاولاتها مع باريس. نزير العرباوي ماذا يفعل بإسبانيا؟ ولماذا جرى لقاء بينه وبين العاهل الإسباني واستقبله العاهل الإسباني بطريقة جافة إنما تثبت على تواجد أزمة أيضا بين البلدين؟ نزير العرباوي أرسلته الجزائر من أجل أن يلتقي بشخصيات سياسية رفيعة المستوى بإسبانيا بعد عامين من جمود العلاقات بين البلدين، حيث إنه لم يتم استقبال أي شخصية جزائرية بإسبانيا بعد الأزمة الأخيرة بعد أن اعترفت إسبانيا بمغربية الصحراء. نزير العرباوي الآن داخل مدريد ويحاول محاباة الإسبان على حساب المملكة المغربية. هل نجح نزير العرباوي بمهمته التي أرسله إياها تابون؟ إليكم الجواب. مدريد بعد وصول نزير العرباوي أكدت دعمها لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية رغم محاولات التشويش التي حاولت الجزائر بالآونة الأخيرة أن تتبعها. الجزائر اليوم تحاول إشعال نار الفتنة بين المغرب وإسبانيا تحت ذريعة أن المغرب يريد الجلوس بمكانة الإسبان، خصيصا بعد الأزمة التي اندلعت بين ترامب وبيدرو سانشيز. هذه هي الدبلوماسية الجزائرية، لأنها تحقق إخفاقات وفشل. اليوم يريدون الدخول ببوابة من تحت الحزام وتوجيه الضربات بعيدة كل البعد عن التوجه الدبلوماسي، الافتقار لأي نجاح، ويريدون التمسك بأي نجاح وهمي، لكن حتى النجاح الوهمي يفشلون بتحقيقه. وبما أننا نقول أن الجميع اليوم بات يتبرأ من المرادية، تصريح جديد أتى من حزب العمال الكردستاني قال: لا علاقة لنا بجبهة البوليسارو أو بمسؤوليها. وهذا يعني أن جبهة البوليسارو الانفصالية باتت معزولة أمام الجميع. يأتي هذا النفي القاطع لهذا الحزب بعد أن حاول المتحدث باسم الجبهة الانفصالية أقحام نفسهم بجانبه، وعليه البوليسارو الانفصالية باتت تتلقى الصفعات من كل الجهات، ولم يتبقى للجزائر إلا أن تناور خارجيا لتخفي جراحها الداخلية. هل نجحت الجزائر بتشتيت علاقات المغرب وحلفائه؟ الجواب لا. لذلك الجزائر اليوم متهمة بأنها مهووسة بالمغرب. أرسلوا النزير العرباوي ضدهم بالمغرب، الجزائر تريد محاباة فرنسا ضدهم بالمغرب. إذا هناك غيرة من النجاحات المغربية يوجهون لنا اتهامات كاذبة ولا وجود لها. لماذا؟ من أجل تشويه صورة المغرب، لكن لا ينجحون بذلك. وبما أننا قلنا أنهم يغارون من نجاحات المملكة المغربية، نعلن لكم الآن أن الآرام هي التي تحلق منفردة بسماء أفريقيا،
وهذه تعتبر صفعة للجزائر التي كانت تقول أنها تريد أن تنافس لارام بإفريقيا. كيف الجزائر تنافس شركة الخطوط الملكية المغربية والجزائر لديها أزمة مع مالي، مع النيجر، مع بوركينا فاسو، وجميع الدول مغلقة سماءها أمام الطائرات الجزائرية؟ على ما يبدو الأزمات المتتالية التي تعيشها الجزائر لا تنتهي طالما أنها تضع يدها بيد الانفصاليين. اسمعوا ما الذي حدث ليلة الأمس. ضربة نوعية استباقية أدت إلى إسقاط ذراع المرادية. مالي أعلنت عن تصفية الجزائري أبو الدحداح بهجوم استهدف تنظيمات موالية لتنظيم داعش شمال البلاد. أعلنت السلطات المالية عن تصفية القيادي أبو الدحداح. أتعلمون أن أبو الدحداح يعتبر الذراع الأيمن للمرادية داخل المنطقة؟ وعندما تم الإعلان عن السلطات المالية بهذا الخبر عن مقتل الجزائري أبو الدحداح، الإعلام الجزائري تلقى هذا الخبر بصدمة وبصفعة، حتى أن الجزائر اكتفت بالصمت ولم تعلق لا سلبا ولا إيجابيا، اختفت، قررت ألا تتكلم. نتذكر كيف أن مالي كانت تدين الجزائر على أنها تدعم جماعات انفصالية وتريد تخريب المنطقة. ها هي مالي تعطي دليل جديد على أن الجزائر هي التي تغذي هذه العمليات الإرهابية داخل المنطقة. وعندما يتم مناقشة الجزائر حول الموضوع، الجزائر تناور وتقحم القضية الفلسطينية وتقحم الجبهة الانفصالية على أن القضيتين وجهان لعملة واحدة، وهذا يعتبر إساءة بحق القضية الفلسطينية. فلسطين ليلة الأمس أشادت بدعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية، وفلسطين تريد إرسال عريضة فعلية لتغيير خرقة البوليساريو الانفصالية، لأننا نعلم أن خرقة البوليساريو جعلوها تشبه العلم الفلسطيني، ظنا منهم أنهم سوف يأخذوا استعطاف من المنتظم الدولي. وهي فلسطين تريد أن تطالب فعليا الآن بأن يتم تغيير خرقة البوليساريو، لأن الجزائر تستغل القضية الفلسطينية بكل الخطابات الدولية. عندما أخذوا منصب غير دائم، عضوية غير دائمة بمجلس الأمن، سمعنا ماذا قال ممثل الجزائر حينها. قالوا سوف نسخر هذا المنصب وهذا المقعد خدمة للقضية الفلسطينية. أخذت الجزائر المنصب وغادرت، ولم نرى أي دعم للقضية الفلسطينية منذ أن استلمت المنصب حتى انتهت مهلتها، وهي توجه عداءها اتجاه وحدتنا الترابية. فكيف لمن يوجه هذا العداء لوحدتنا الترابية أن نضع يده بيدنا عن طريق وساطة؟ المنتظم الدولي وتقارير فعلية ليلة الأمس تحدثت عن مبادرة مدنية دولية تدعو إلى تهيئة أجواء المصالحة بين الجزائر والمغرب. موضوع المصالحة وموضوع الوساطة تحدثنا عنه كثيرا على مدار الأشهر. نقول أن هناك وساطة تريد أن تدخل، تبون يطلب بوساطة، الجزائر تريد أن تتودد من المغرب. هل الجزائر مستعدة أن تقدم ضمانات؟ اسمعوا. مبادرة من أجل إحياء المشروع المغاربي المشترك يقود فاعلون مدنيون دوليون، من بينهم جمال بن عمرو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق. تشدد المصادر على أنه رغم قتامة الصورة المغاربية، أي صحيح الوحدة المغاربية لطالما كنا نتحدث عنها، لكنها الآن تعتبر أكذوبة. ما معنى ذلك؟ تونس التي طعنت المملكة المغربية، ليبيا الغير مستقرة، موريتانيا يوم معنا يوم ضدنا، لا وجود إذن لمواقف ثابتة. إذن كيف تكون هناك وحدة مغاربية ونعلم أن المرادية تحاول دائما استهداف هذه الوحدة المغاربية؟ رغم كل هذا الذي قلناه، هناك أطراف الآن تحاول توحيد الصف المغاربي عن طريق حل جذور الخطأ. من أين يأتي جذور الخطأ؟ من الجزائر. المركز الدولي لمبادرات الحوار يريد أن يشرف الآن على وساطة دولية ومفاوضات علنية بين الجانب المغربي والجانب الجزائري، وهذه المرة يتم طرح ضمانات
لكي تلتزم الجزائر فيها وتبتعد عن أفعالها العدائية اتجاه المملكة المغربية. بعد إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية من جانب واحد مع المملكة المغربية، شاهدنا كيف أن المغرب لم يرد على الجزائر بذات الطريقة، لأن المغرب لديه حكمة، لديه دراية، أما الجزائر قراراتها متهورة ومتسرعة. قالها جلالة الملك محمد السادس: لا داعي لأي وساطة بين البلدين، على الجزائر أن تلتزم بالابتعاد عن أطماعها التوسعية، وتريد منفذ عن محيط الأطلسي، أهلا وسهلا، لكن عن طريق دعم مبادرة جلالة الملك الأطلسية. إن العلاقات الجزائرية المغربية قد تميزت على مدى 6 عقود بالقطيعة، أكثر منها بالاتصال. لك حتى قنوات دبلوماسية لا وجود لها لحدود الساعة، تعاون أمني استخباراتي. الجزائر ترفض أن تبني هذا التعاون مع المغرب، حتى أن الاتحاد الأوروبي بما سبق قال ضرورة إنشاء قنوات تواصل بتعاون أمني استخباراتي بين المغرب والجزائر، حتى لو كانت هناك قطيعة، لأن هناك اليوم هجرة واسعة باتجاه دول أوروبا، وأوروبا بذاتها تضغط من أجل إنشاء هذه المفاوضات لحماية بلادهم. فإن كان هناك انفلات أمني والجزائر لا تلتزم بحماية الحدود عن طريق تعاون وتنسيق مع المغرب، هذا إنما يؤدي إلى إغراق أوروبا بمزيد من المهاجرين. على ما يبدو البلدان المغاربية اليوم المطالبة بمواقف واضحة وصريحة والابتعاد عن ازدواجية الموقف. الوحدة المغاربية ممكن أن تتحقق، ليست مستحيلة، خصيصا أن منصف المرزوقي من جديد أعلن عن رغبته ليقود هذه الوساطة بنفسه، يطير للمغرب، يطير للجزائر، يذهب لتونس، يذهب لموريتانيا، يذهب لليبيا. منصف المرزوقي لطالما قال أن هناك وحدة مغاربية سوف يتم إنشاءها، لكن الخطأ عندما تتبنى دولة من هذه الدول إنشاء دولة جديدة بالمنطقة، وهنا الحديث عن الدولة الوهمية التي هي البوليسارو، وتحاول الجزائر أن تدعمها. نختصر الحديث ونقول: إن بقيت الجزائر تعتمد الفعل العدواني، فمن المستحيل أن تنجح أي وساطة لو كان هناك ضمانات. أكبر مثال القذائف التي وجهت إلى مدينة السمارة. مقذوفات السمارة تفضح هشاشة القدرات العسكرية للمتحكمين بالبوليسارو. شاهدنا القذائف التي رميت على السمارة، قذائف عبارة عن فضيحة. هذا هو السلاح الذي يمتلكه إبراهيم غالي ويخرج ليهدد الجيش المغربي فيه؟ مقذوفات بالية مهترئة. ظنوا أنهم يريدون إنشاء توتر داخل المنطقة، لكن فضحوا قدراتهم العسكرية. الجبهة الانفصالية تملك الخردة قادمة من إيران، وأيضا الجزائر تمدها ببعض ما لديها من خردة أخرى. إن كانت الجزائر هي الأخرى، أنشأت استعراض عسكري بالآونة الأخيرة، وشاهدنا كيف أن الدبابات لا تتحرك بهذا الاستعراض العسكري. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. وبعد أن تورطت إيران بأنها الدولة التي تدعم البوليسارو عسكريا، نسفت اسطوانة الجزائر على أنها الطرف المراقب فقط بهذا النزاع، وتم التأكيد على أن الجزائر هي الدولة الأولى الراعية للبوليسارو، من ثم تأتي إيران الراعية عسكريا. جبهة البوليسارو عبارة عن تنظيم إرهابي، والنظام الجزائري الراعي الرسمي لهذه الجبهة الانفصالية، خصيصا عندما طبل وزمر التلفزيون الجزائري للهجوم الإرهابي التي قامت به البوليسارو على السمارة. خطأ لا يمكن أن ينسى أو أن يغتفر، وما فعله التلفزيون الجزائري كتب بتقرير وسوف يتم توجيهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، هنا المقصد أنطونيو غونتاريس. إذن ينتظرنا تطورات هامة جدا بملف الصحراء المغربية. وأيضا لابد أن نتحدث إلى موضوع بالغ الأهمية. المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي الذي قال: حان الوقت لتصنيف الجبهة، وجون بولتون علينا أن ندينه وأن نرفع عليه عقوبات وطرده من أمريكا إن بقي يدعم جبهات انفصالية.
جون بولتون هو مستشار ترامب السابق، المستشار الخرف الذي اشترته الجزائر بأموال الغاز والبترول. اليوم جون بولتون يرفض تصنيف الجبهة، يرفض اتهام الجبهة بهجوم السمارة، ويقول أن الشعب الصحراوي من حقه أن يدافع عن نفسه. لك جون بولتون ماذا يعنيه الصحراء المغربية؟ من يكون جون بولتون حتى يتدخل بهذه الأمور؟ جون بولتون عبارة عن مرتزق وجد كنز داخل المرادية ويريد أن يأخذ منه ما يستطيع. لذلك الآن خرجت أصوات من أمريكا تطالب بمعاقبة جون بولتون. من غير المنطق أن يكون جون بولتون من أمريكا وأمريكا تريد تصنيف الجبهة على أنها جماعة إرهابية. إذن أصبح من الواضح وكأنه مرتزق يتحدث باسم البوليسارو والجزائر. ولذلك نؤكد لكم على أننا بنقل نوعية مهمة للغاية باتجاه تصنيف الجبهة الانفصالية بكل الأصعدة إلا بن كيران. ما القصة؟ بن كيران يصمت عن إدانة هجوم السمارة، وهناك أطراف من داخل حزب بن كيران تقول لا داعي لتصنيف مرتزقة البوليسارو ويتم وصفهم بالإخوان. تخيلوا، تصريح أثار موجة من الغضب والاستنكار. أعرب عبد الله بوانو القيادي بحزب العدالة والتنمية عن رفضه لتصنيف الجبهة الانفصالية على أنهم جماعات إرهابية، واصفا عناصرها بإخوانه، ذلك بعد يومين فقط من استهداف السمارة. وفي كلمة له قال: جبهة البوليسارو فيهم إخوتنا وولاد عمنا. ربما طلب الجبهة الحكم الذاتي اليوم مطروح يحتاج إلى كثير من التفاصيل، وعلينا فتح مفاوضات معهم. ودعا جبهة البوليسارو إلى المساهمة بنفس إيجابي من أجل استقبال الرؤية التي يطرحها أي إجراء مفاوضات. واختلطت المواقف لدى الرأي العام بين الاستغراب والاستنكار. هل يعقل عندما نستمع الآن أنه يقول أن جبهة البوليسارو بهم إخوتنا؟ هل إخوتنا تقصفنا؟ هذا السؤال الذي اليوم تردد على مواقع التواصل الاجتماعي. إن كان العالم بأسره مؤمن اليوم بالموقف المغربي على أن الجبهة الانفصالية تهدد المنطقة، لماذا يخرج الآن ويقول لا داعي لتصنيف الجبهة الانفصالية على أنهم جماعة إرهابية؟ لك بن كيران يقول أنا ابن إيران، ونحن نستمع الآن أنهم لا يريدون تصنيف الجبهة الانفصالية من قبل بوانو. فهل أصبح أيضا ذراع لإيران؟ إن حزب العدالة والتنمية على ما يبدو يساند إيران بشكل كبير اليوم، ويرفض تصنيف الجبهة الانفصالية كتنظيم إرهابي. وإيران تسلح البوليسارو ليتم مهاجمة التراب المغربي. وبهذا الشكل تحول حزب العدالة والتنمية إلى حركة مقاومة، والآن يتجه تدريجيا نحو التحول لذراع إيران بالمغرب. لذلك هناك مطالب الآن بتفكيك هذا الحزب. وأثارت التعليقات الواسعة رفض واستنكار المغاربة عندما سمعوا أن هناك أطراف من داخل المغرب ترفض بتصنيف الجبهة على أنهم جماعات إرهابية. نؤكد لكم بالدليل القاطع أن ما نقوله الآن وهذه التناقضات التي تأتي من كيران سوف يكون لها ما بعدها. لك ماذا ينتظر من الجبهة الانفصالية؟ إن كانت الجبهة الانفصالية تستغل الأطفال، إن كانت تبيع الأطفال إلى عائلات أوروبية، تسرق المساعدات، كيف يأتون اليوم ويقولوا عنهم أنهم إخوتنا وأخواننا؟ لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبما أننا نرى أن هجوم السمارة أشعل غضب الجميع خصيصا المنتظم الدولي، نقف الآن عند رأي الاتحاد الأفريقي كيف عبر عن هذا الموضوع. طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي. إن هناك شروط سياسية ومسطرة قانونية حققها المغرب بظل توسع رقعة دعم مغربية الصحراء بالساحة الأفريقية بعد عودة المغرب إلى عمقه الأفريقي ونجاحه بإقناع مجموعة من الدول بسحب اعترافها من جمهورية الوهم، وبعد أن دخلت دول متعددة وأدانت الهجوم الإرهابي التي قامت به البوليسارو على السمارة. يبدو أن الاتحاد الأفريقي نفسه قد مهد الآن من أجل تصنيف الجبهة الانفصالية وتجميد عضويتها عن طريق قرار يقضي باستبعاد البوليسارو من المشاركة بالقمم والمناسبات ذات الطابع الدولي. وهذا القرار قد سمعناه بما سبق مع حصر المشاركة من الدول المعترف بها أمميا
فيما يؤكد المهتمون أن طرد هذا التنظيم من المنظمة القارية أصبح واقع لا مفر منه، خصيصا بظل نضج الشروط السياسية لذلك. إن توالي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء والنفوذ المغربي بالقارة عاملان مهمان يمكن للرباط أن تستغلهما لصالحها لمباشرة مسطرة الطرد التي تتطلب بدورها تحرك دبلوماسي وحشد قوي للأصوات الداعمة لهذه الخطوة. إن هناك ظروف مكتملة والمغرب سوف يبدأ بتحركاته الدبلوماسية، خصيصا بعد استنكار الاتحاد الأفريقي للهجوم الإرهابي التي قامت به البوليسارو على السمارة. إن مسألة طرد البوليسارو من الاتحاد الأفريقي يبعدنا عنها خطوة واحدة الآن، إذ تم استغلال الظروف السياسية والقانونية المناسبة التي بدأت تكتمل. إن هناك تحرك دبلوماسي منظم من الدول الأعضاء التي تعتبر إن وجود البوليسارو يشكل عائق أمام استقرار ووحدة الاتحاد الأفريقي، إذ يجب على هذه الدول تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن والسلم الأفريقي لمراجعة عضوية هذا الكيان بناء على خروقات الميثاق التأسيسي للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء ووحدة أراضيها. من سوف يأخذ هذا الطلب من الدول الأفريقية بشكل كامل؟ ناصر بوريطة. اسمعوا ما الذي نقوله الآن لأنه الخبر الذي كان يخيف الجزائر منذ سنوات. ناصر بوريطة سوف يقوم شخصيا بجولة أفريقية للدول الأفريقية، حتى جنوب أفريقيا سوف يذهب إليها ناصر بوريطة. فلماذا؟ إن مسطرة الطرد تبدأ بمناقشة طلب داخل المجلس، حيث يتعين الحصول على دعم أغلبية الأعضاء، ولأن أغلبية الأعضاء تدعم مغربية الصحراء وتستنكر الأفعال العدوانية التي ترتكبها المارادية وصنيعتها البوليسارو، يمكن رفع توصية الآن إلى الجمعية العامة للاتحاد لمناقشة الأمر بقمة رؤساء الدول والحكومات. وهنا تكمن أهمية الحشد الواسع للأصوات الذي تؤيد هذا الطرد، خاصة من قبل الدول الداعمة لإنهاء هذا التواجد غير الصحي التي عبر مرارا عن استمدادهم للمضي قدما بهذا الاتجاه. إن جبهة البوليسارو الانفصالية تشكل عائق للتنمية الأفريقية. كيف يتم احتضان ملتقيات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي وتكون البوليسارو حاضرة؟ الاتحاد الأفريقي يدين التصرفات الإرهابية وتكون البوليسارو لديها عضوية بداخله. هذا الأمر من المستحيل ويضرب مصداقية الاتحاد الأفريقي ومصداقية الدول الموجودة فيها أيضا. إن ميثاق الاتحاد الأفريقي لا يحتوي على نصوص واضحة بشأن طرد الكيان الوهمي، لكن هذا الغموض يمكن الآن تحويله إلى فرصة لتأمين طرد البوليسارو، ذلك أن الضغط المتزايد من قبل الأعضاء المعنية بوحدة أراضيها وسلامتها يمكن أن يؤدي لتطوير تفسير موسع للمادة 13 من القانون التأسيسي التي تتعلق بالعقوبات على الأعضاء غير الملتزمين بقرارات الاتحاد. تعديل ميثاق بالقمة التابعة للاتحاد يشمل إضافة بند يسمح بطرد كيان إذا كان وجوده يهدد الوحدة أو الأمن الإقليمي لدولة أخرى من داخل دول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي. هذا الغموض يتيح للدول الداعمة لطرد البوليسارو مساحة للقراءات القانونية والدبلوماسية المتجددة، بحيث يمكن لهذه الدول أن تبدأ بحملة دبلوماسية تهدف إلى تعديل الميثاق ليشمل نصوص واضحة بشأن الطرد مع ضمان دعم سياسي واسع لهذه الخطوة. إن التغييرات السياسية الأخيرة داخل القارة الأفريقية تشير إلى تحول تدريجي بمواقف العديد من الدول اتجاه البوليسارو مع تزايد الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. المغرب الآن سوف يستغل دوره، نفوذه، حلفائه، موقعه الاستراتيجي، كل شيء من أجل طرد هذه الجبهة الانفصالية وتجميد عضويتها من داخل الاتحاد الأفريقي. هل تظنون أن المغرب سوف يكتفي بذلك؟
الجواب طبعا لا. المغرب لن يكتفي بطرد الجبهة وتجميد عضويتها من الاتحاد الافريقي، بل المغرب سوف يحمل الجزائر مسؤوليتها طول هذه السنين بأنها هي التي كانت تدعم الجبهة الانفصالية، ومسؤولية الجزائر عليها أن تتحملها المرادية. الجزائر هي المسؤولة عن إدخال واستخدام ميليشيات البوليسارو إلى منظمة الاتحاد الافريقي. إن طرد هذا الكيان وبالنظر إلى مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي يشهدها النزاع المفتعل حول الصحراء بات قريب وحتمي. كل الأصوات داخل الاتحاد الافريقي تنادي اليوم بطرد هذا الكيان، لأنه يخرب البنية الافريقية والدولية ومفتقر لعناصر قانونية التي تقوم عليها الدول بالقانون الدولي. إن الاجتماع الافريقي يسير بهذا الاتجاه، وهو ما تفنطت إليه ميليشيات البوليسارو والجزائر اللتان اعترفا بفشلهما بتغيير هذا المسار الذي يسير عليه المغرب. الوحدة الافريقية تناصر السيادة المغربية على الصحراء، خاصة وأن المملكة تساهم بالنهضة القارية وتحظى بثقة مجموعة من الدول. عندما نقول أن ناصر بوريطة سوف يذهب إلى جنوب أفريقيا من أجل أن يحصل على دعم لتجميد عضوية البوليسارو من داخل الاتحاد الأفريقي، لك هذا يؤكد أن الجزائر لم يعد لديها أحد، لم يعد هناك أي أحد يعرقل التوجه المغربي. حتى الجزائر سوف تجبر على أن تتبرأ من البوليسارو وتطالب مع باقي الدول لطردها من عضويتها من داخل الاتحاد الأفريقي. لماذا؟ لكي لا يتحملوا مسؤولية أنهم هم من كانوا يدعموهم. الجزائر أجبن من أن تقف وحيدة أمام سلة من الدول وتدعي أنها تدعم الجبهة الانفصالية، لأننا دائما نعلم أن الجزائر تخبئ رأسها بالرمال كالنعامة وتوجه دعمها للجبهة الانفصالية عن طريق ضربات من تحت الحزام. داخل الأمم المتحدة لماذا لا تقول الجزائر أننا نتبنى هذه الجبهة؟ تقول الجزائر لسنا طرف بهذا النزاع ولدينا فقط صفة مراقب. هذا ما تفعله الجزائر، لأن الجزائر تتخوف من تصنيف الجبهة. بحال تصنيف الجبهة الانفصالية على أنها جماعات إرهابية، إذن الجزائر هي التي تدعم هذا التوجه الإرهابي، ولذلك اليوم تناور الجزائر بشتى الوسائل وتحاول الآن أن تضع مسافة بينها وبين قيادات البوليسارو، وقيادات البوليسارو فطنت لذلك، حتى أننا شاهدنا بعض القيادين انشقوا عن الجبهة الانفصالية وسلموا السلاح والعتاد للقوات المسلحة الملكية وطلبوا بالعودة للوطن. إن كان هناك عقول موجودة من داخل قيادات الجبهة فعليهم أن ينشقوا بأقصى سرعة وأن يسلموا السلاح والعتاد للمملكة المغربية ويعلنوا الاستسلام. ماذا ينتظروا؟ الحرب التي يروجها إبراهيم غالي، شاهدنا إمكانياتهم العسكرية وتلك القذائف البالية التي قذفت على السمارة ومكتوب عليها مدين إيران. لك إيران حتى تستغل الجبهة الانفصالية وتحركها كالدمى فقط لتحقيق مصالحها الشخصية. إيران لا تريد حتى أن تدعم الجبهة الانفصالية بسلاح ثقيل، تدعمهم ببعض المفرقعات فقط لا غير. إيران لا يعنيها هذه الجبهة الانفصالية، كما أن الجزائر لا تعنيها الجبهة الانفصالية. الجزائر لديها أطماع توسعية، حقد دفين على المملكة المغربية، يتم ترجمة هذا الحقد عن طريق دعمهم لأسطوانة مشروخة. إن لم تكن الجبهة الانفصالية فخلقت الجزائر جبهة أخرى لكي تدعمها فقط ضدا بالمملكة المغربية. من وصل معي لنهاية هذا الفيديو اكتبوا لنا بالتعليقات ما رأيكم أنتم. ماذا يعني أن حزب بن كيران يرفض إدانة الجبهة الانفصالية وتصنيفها على أنهم جماعات إرهابية؟ أمر غريب وعجيب هذا الذي نقوله الآن، ولعله يدعو أيضا إلى الاستغراب. من وصل معي لهذه النقطة الحساسة بالفيديو